مصطفى شوف هذا الدكتور دمه بطوله. شباب لحقونا شباب. لك هذا دكتور اشرف، بس هذا منو اللي وياه؟ اخوان ساعدوني اخوان، بس الطين وما يخلى غسله اخوان. لك بس فهمني هذا منو ضاربه هيك؟ اخوان بس خلى غسله وانا اسولف لكم. اخوي طبوا جو على السريع طبوا. طبعا اعذرون اخوي، ما عندي ادوات طبيه فاضطريت الف راسه بهذا القماش مال الشفن. اخي بشنو متفائل على صديقه والضمده بشفن؟ اخوي ترى احنا اهل مغتسل مو اهل صيدليه، يعني تخيل كل الغراض اللي عندنا مال اموات. هسه عفونا من هذا الحكي وقولوا لي شنو اللي صاير وياكم وليش هذا الولد مضروب ضربه قويه براسه؟ انا طبيب وهذا صديقه خريج، طلع يطالب بحقوقه وضربوه. والله العراق بلد عجيب، نحبه وبسبب حبنا إله قاعد نتبه. بس اصير انزين اطلع برا العراق بلكت هناك يقدروني. واذا انت الخريجين يطلعون والكفاءات يطلعون خارج العراق، هذا البلد منو إله؟ الى متى العراقيين يبقون يتعالجون خارج العراق؟ غير لازم انتم موجودين؟ انا بس اريد افتهم شغله، صديقك خريج قتلوه ليش؟ تخيل لانه طالب بحقوقه وراد تعيين، حاله حال الخريجين. عندي اسئله ضاله ببالي، اريد اعرف الاجوبه مالتهم. تفضل اذا اقدر راح اجاوبك. اذا هذا البلد ما بيه تعيينات، ليش يخرجون هالاعداد القويه كل سنه؟ زين الخريج المسكين شنو راح يستفاد من شهادته اذا ماكو تعيين؟ زين منو اللي راح يعوض الخريج على مصاريفه وتعبه، روحته وجيته بالصيف بالشتاء؟ هاي المصاريف منو اللي راح يعطيهن له؟ حتى اذا رجعوا له فلوسه، منو اللي راح يعوضه على سنين اللي خسرهن بالدراسه؟ اذا ماكو تعيينات ليش قاعد يضيعون مستقبل هاي الشباب اللي قاعد تتخرج بكثره من الجامعات الاهليه والحكوميه؟ والله مساكين خريجين العراق شهايدهم بقت بس تتعلق بالحائط واهلهم يتفاخرون بيها او يتزوجون بيها، بس تعيينات ما راح يحصلون. اسئلتكم كلش حلوه ومنطقيه، بس للاسف اجوبتها لا عندي ولا عند المواطنين، بس يم الله والحكم. خاب دستر علينا لا ننشال. ما اعتقد حكينا شيء غلط، هذا واقع.